لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. النهارده يا حبايبي انا هعمل وصفة طلبت مني على الكومنتات. حبيبة قلبي طلبت مني هريسة الذرة او البسيسة. النهارده ان شاء الله هنعمل احلى هريسة ذرة بعصير البرتقال. لو مش عايزة عصير برتقال ممكن تحطي بداله لبن، تبدلي بدالها اللبن. يلا بينا حبايب قلبي نشوف مقادير البسيسة او هريسة الذرة. يلا يا حبايبي. معانا يا حبايبي هنا كوبايه فيها نصها زيت ونصها سمنه. احنا ما خليناهاش زيت خالص ولا سمنه خالص، زيت يعني ميكس زيت على سمنه، بحيث انها تكون ايه فيها حته الدسامه كده تبقى طعمه. تمام. هنا عندي كوبايه عصير برتقال. العيار الكوبايه واحد يا حبايبي. تمام. كوبايه سمنه على الزيت قد كوبايه عصير البرتقال قد كوبايه السكر، بس هنا عندي كوبايه ونص سكر. تمام. كوبايه ونص سكر. اللي مش حابب سكر كتير ممكن يحط كوبايه واحده، اللي حابب سكر اكتر ممكن يحط لحد كوبايتين. تمام. يبقى انا هحط النهارده كوبايه ونص سكر. عندي باكوين فانيليا وعندي باكو بيكنج باودر 16 جرام. ماشي حبايبي، 16 جرام. هنا بقى عندي ايه؟ دقيق ذره اللي هو اللي لونه اصفر دوت اهو، ناعم يا حبايبي، لونه اصفر، في اصفر وفي ابيض. لو كانت الكاميرا مش جايبه لونه هو ده اصفر. تمام. كوبايتين. وعندي كوبايتين دقيق ابيض. خلاص حبايبي، بنفس معيار الكوبايه ديت. الكوبايه اللي انا عايرت بيها المواد السائله عايرت بيها الدقيق. كوبايتين دقيق ذره اصفر، كوبايتين دقيق ابيض. ماشي يا حبايب قلبي. هاخد هنا معلقتين خل، هاخد هنا يعني حاجه بسيطه كده من الملح، يعني ذره ملح. هنا حبايب قلبي عندي معلقتين جوز هند. ادي جوز الهند، اللي حابب يحطه مفيش مشكله، واللي مش حابب مفيش مشكله. هنا عندي 5 بيضات، بما ان البيض عندي مش كبير فدول 5. لو البيض عندك اكبر من كده حطي 4 بيضات. ماشي يا غاليه. 5 بيضات، معلقتين جوز هند، كوبايه زيت على سمنه، كوبايه عصير برتقال، عندي كوبايه ونص سكر، باكو بيكنج باودر، 2 فانيليا، كوبايتين دقيق ذره اصفر، كوبايتين دقيق ابيض، معلقتين خل، ذره ملح. بس يا حبايب قلبي دي المقادير المظبوطه 100%. عشان تعملي صينيه حلوه كده زيك اعتمدي المقادير دي. اول حاجه حبايبي احنا هنشيل دلوقتي الدقيق ده، هنخليه على جنب، اذا كان الابيض او دقيق الذره. هناخد مقاديرنا باذن الله هنضربها في شفشق الخلاط، هسهل عليكي كل حاجه. بصي يا حبيبه قلبي، هناخد عصير البرتقال اهو. تمام. كوبايه عصير برتقال، برتقال فريش، تعصريه او تضربيه في ايه في الخلاط وتصفيه. تمام يا حبايبي. عندي كوبايه ونص سكر اهو. مقاديرك كلها في الخلاط يا حبيبه قلبي. ودي بمعيار نص كوبايه. تمام يا حبايبي اهو، كوبايه ونص سكر. هناخد كوبايه السمنه على الزيت اهي يا حبايبي، سمنه على زيت. والمقادير دي حبيبه قلبي تضربيها في الخلاط مش اقل من 5 دقايق. تمام يا حبايبي، 5 دقايق لحد ما الخليط كده يندمج مع بعضه ويعلى كده يبقى حلو. ماشي. هناخد بقى هنا عندي الخمس بيضات اهم. 5 بيضات هنكسرهم. بسم الله. ادي 1، ادي 2، يا جمال ويا جمال. هند بلاش، في باكو فانيليا طلع عندي زياده اهو. يلا حطوه بالمره الحلوه كده بتاعت الفانيليا. ناخد يا حبايب قلبي معلقتين خل، معلقتين خل، 2 بس. الخل ده يا حبايب قلبي بيخلي هريسه الذره هشه، ويعتبر محسن
للكيك او لهريسه الذره يرفعها. اهو واحد، ادي معلقتين خل، معلقتين بس يا حبايب قلبي، تمام اهو بس كده. ناخد بقى ايه ذره ملح بايدينا كده حلوه عشان خليطنا يبقى مش ناقصه حاجه اهو، ذره ملح بسيطه خالص، تمام يا حبايب قلبي. وهنا عندي الدقيق هحط عليه ايه بقى يا حلوين، هحط عليه جوز الهند اهو، معلقتين جوز الهند. هينكه هرسه الذره بجوز الهند ده ويديها ريحه حلوه قوي. ونحط عليه ايه تاني؟ الدقيق، نحط عليه باكو البيكنج باودر اللي هو 16 جرام اهو، تمام يا حبايب قلبي. يبقى احنا حطينا المواد الجافه على بعض وحطينا المواد السايله على بعض، وهنروح بقى دلوقتي نضرب المواد السايله في الخلاط عشان ما نطولش الفيديو على حبايب قلبي. ادي الخليط يا حبايبي خلصناه اهو، ضربناه في الخلاط، تمام. دلوقتي بقى نفضيه عشان نحط عليه دقيق الذره والدقيق الابيض. بسم الله. كل المقادير اندمجت مع بعض، الخليط بتاعنا كله بقى بونو بونو بونو، تمام. بس كده. نيجي بقى يا حبايب قلبي نحط ايه؟ دقيق الذره اهو على الدقيق الابيض، عليه البيكنج باودر وذره الملح، كوبايتين وكوبايتين بس. خلاص خلصت الشغلانه. معلقه عاديه جدا وتقلبي الخليط بتاعك ده او بمضرب سلك ايا كان، المهم نقلب الخليط بتاعنا، ندخل المواد السايله دي كلها اللي احنا حطيناها في دقيق الذره والدقيق الابيض. قلبي عادي على اتجاه واحد اهو يا حبايبي، مفيش اي مشكله. انا هوريكم القوام بتاع هريسه الذره دلوقتي، اللي هي المفروض نعملها بالطريقه دي، مقادير مظبوطه جدا يا حبايبي والله. واللي مش عايز يحط عصير برتقان يحط بداله كوبايه لبن، اللي مش حابب برتقان يحط لبن. بس انا النهارده حبيت اعملها بعصير برتقان عشان بينكه هريسه الذره، بيخليها طعمها حلو. ودي الذره يا حبايب قلبي انا نخلاه، اداني نعوميه كده وهشاشه حلوه، كل ما بنخله بدخل هوا فيه، الهوا ده بيعمل على ارتفاع هريسه الذره وبيخليها هشه من جوه. حتى لو هريسه الذره ما ارتفعت معاكي مش كتير، بس بيخليها خفيفه وهشه. ومعلقتين الخل برده ما شاء الله عباره عن محسن للكيك او لهريسه الذره. بس يا حبايب قلبي ادينا قلبناها اهي، دخلنا المقادير كلها ببعض ما شاء الله. نتاكد ان مفيش اي تكتلات في الدقيق من تحت، نعمل كده الجنب من تحت كده اهو، شايفين انا عماله اجيب من تحت عشان مش عايزه اي تكتلات في الكيك او في هريسه الذره. انا قلبت المعلقه عادي خالص يا حبايبي اهو عشان اوريكم القوام، شايفين اهو اهو، ولا هو تقيل ولا هو خفيف، قوام حلو قوي. هو ده القوام بتاع هريسه الذره. لو لقيت كده حاجه مكتله عندي كده اي حاجه، اقوم جايباها على الجنب كده وعاملاها بالمعلقه بالطريقه دي، تمام، هتدينا القوام السائل الجميل. بس خلاص حبايب قلبي، هنجيب بقى الصينيه. انا عندي صينيه اهي، الصينيه دي يا حبايبي انا دهناها ماده دهنيه، اذا كان زيت او سمنه او زبده، اي حاجه عندك ماده دهنيه ادهني بيها الصينيه بتاعتك. انا ما عفرتهاش دقيق، اللي عايز يعفرها دقيق يعفرها، مفيش اي مشكله. يلا يا حبايبي نكب الخليط بتاعنا الجميل، بسم الله اهو، يا جماله يا جماله. ايه رايكم؟ ننزل بقى كده، لما ننزله كله بالمعلقه هينزل معانا اهو، شايفين يا حبايبي اهو. ننزله كله عشان طبعا دي مقادير لازم نحطها كلها في الصينيه بتاعتنا. احلى هريسه ذره لاحلى حبيبه قلبي اللي طلبتها مني. ماشي يا حبايبي، انا كده خلاص الصينيه بتاعتي اهو، هطلع منها الهواء، تمام. ولو في اي حاجه على حرف الصينيه كده اجيب كده منديل ورق وامسحها اهو يا حبايبي، واقوم مدخلاها الفرن. انا مولعه الفرن بقالي ربع ساعه على درجه حراره 180 درجه متوسطه.
تقعد حبايب قلبي من نص ساعه ل 45 دقيقه حسب الفرن بتاعك. بعد كده لما تستوي وشوفيها بخله او بسكينه او بشوكه، تمام، بعد 45 دقيقه لقيتيها مفيش اي حاجه في السكينه او الشوكه بتاعتك والوش احمر، طلعيها يا حبيبه قلبي وخليها تبرد. بعد كده قطعيها، ما تقطعيش هرس الذره وهي سخنه عشان ما تفرولش منك. انا هدخلها الفرن يا حبايبي. خلاص يا حبايبي، طلعنا صينيه هرس الذره من الفرن وخدت اللون الذهبي الجميل ده زي ما انتم شايفين كده. خدت حوالي 30 دقيقه، نص ساعه في الفرن وطلعتها. عايزه بقى اوريكم شكل هرسه الذره من جوه والقوام بتاعها. يلا بينا نقطع هرسه الذره الجميله دي. بسم الله. بصوا الاول عايزه اوريكم، بصوا حبايبي، بصوا الهشاشه بتاعتها، بصوا صبع بيخش لجوه، خفيفه جدا جدا جدا، السكينه بتجري فيها. ادي يا حبايب قلبي احلى هريسه ذره لاحلى فنز حبيبه قلبي اللي طلبتها. اتمنى يا رب تعجبها وتعملها. يا جماله يا جماله. يلا بينا نقطع بقى طول. الله الله الله. خليها ايه على 3 عشان ايه بنحبها كبيره كده وملظلظه كده وحلوه، تتاكل بكوبايه شاي. يا جماله. ايه رايكم يا حبايبي؟ رايكم في الطعامه دي بقى؟ ها اهي نسلكها كده ونطلع لنا حته كده بالسكينه. بسم الله. السكينه بتجري بقى، بتجري الصينيه، مش مشكله، هنمسكها برضه اهي. يلا بينا. بسم الله. الله الله الله. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بصوا انا عايزه اوريكم الجمال. شايفين؟ يلا نحط هنا اهو. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، عالي ازاي. طلع حته تاني. جماله يا جماله. جماله بقى ولا لا؟ ايه رايكم؟ شايفين القوام؟ شايفين عامله ازاي اهو. احلى هريسه ذره، والله احلى هريسه ذره. عايزه اقول لكم الريحه بتاعتها يا حبايبي قلب الدنيا، والله قلب الدنيا. يلا بينا. طلع حته تانيه حبايبنا الحلوين. بصوا بقى يا حبايبي، بصوا بقى، شايفين؟ ايه رايكم اهو. ادي هريسه الذره الجميله عملتها لحبايب قلبي باسهل ما يمكن. بصوا يا حبايبي الحته ما شاء الله عليها كبيره وعاليه ازاي. شايفين القوام بتاعها تحفه، ولا ريحتها جوز الهند مع عصير البرتقال مع الفانيليا مخلين الريحه حاجه جنان. يا رب يا حبايب قلبي فيديو النهارده يعجبكم. البسيسه وهرسه الذره الطعمه اللذيذه دي اللي ريحتها قلب الدنيا بأقل المقادير. واي حاجه موجوده عندك في البيت عايزه تضيفيها، عايزه تحطي حبه حبهان مطحون، عايزه تحطي الحبه السوداء، اي حاجه عايزه تحطيها تنكهي بيها الهريسه بتاعتك، والله هتبقى تحفه كمان. اللي ما اشتركش في القناه يا حبايب قلبي يشترك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك، وما تنسوش تدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. متشكره جدا لحسن استماعكم ومشاهدتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.